يمني سافر على السعودية علشان يشتغل ويشوف مصدر رزقه هناك. فكان أخونا اليمني هذا كل ما اختار من كفيل، الكفيل هذا يستهزئ فيه ويستهين فيه ويتعبه. من كفيل لا كفيل جاء يعني شاف الوضع ما ناسب أشهر جوازه ويلقى اليمن، لكن وقال قصيدة أشهد لله إني كلام خارق. أدري إن قد شفتم القصيدة من قبل، بس الفيديو هذا ما حد يمل منه. شاهد الفيديو النهاية لا يفوتك. قلنا يا صاحب الجيب ذا اللي سببت وجدي، فك الحواجز تراني خاطري مضيوق ويتسافر لو القى الموت في حدي مالي بديره تقلل قيمة المخلوق. ما ناشي ذاك بنغالي ولا هندي، انا يماني وراسي طول عمري فوق. قبيلي سلاحي مقلم وارد الحمدي كل عديم الجريدة. شاوش الصندوق يماني ورثت الكرم والجود من جدي ما هو تصنع ولا شاريه من مخلوق. جيت اطرد الفقر لكنه لحق بعدي والمال كثره، بتلعب به عيال السوق اقطع طوال الليالي في سفر وحدي ومن كثر مسهر. شاهدني تقول ملبوق برغم اننا معرف البيره وابو جندي، ويحرم علي مشافه قبل حرم الذوق. احيان تعدم علينا قرش هالنقدي ونبطل الرز والحاشي مع المسلوق، واحيان نتخور المضغوط والمندي بعدين نشل المصارفتين من مرزوق. والان هذا الاقامه تك يا حيدي صور ابوها تراني منها مخنوق. ما طام والله باقي بطلبه جهدي يحفظ يمنا ويرفع قدرها المرموق. ولو في مشاكل باذن الله بتعدي وبرد الجمايل كلها مطبوق. هذا حروفي وهذا بعض ما عندي، وقبل تحيات من قلبه وجع محروق.